ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد. بصوا بقى يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده هتكون عباره عن بمناسبه رمضان وكده يا جدعان. فكره الفيديو بتاع النهارده هتكون عباره عن تخمين اكلات. بس يا جدعان دي الفكره بكل بساطه. طبعا هتقول لي هتعمل التحدي ده لوحدك، اقول لك لا طبعا معايا الهاكر الكبير الفيلسوف الكبير. مفيش موقع في مصر يا جدعان الا واخترقه احسن من ميسي وكريستيانو في الاختراق. الهاكر الكبير اسلام مصطفى. المايك ماشي، بس في حد النهارده انت هتخسر صح؟ لا ما تخرجوش كلمه الناس. ازيكم يا شباب؟ دول اخواتنا يعني كتير. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الفيديو يعجبكم، ان شاء الله نقدم الفتره الجايه حاجات حلوه وممتعه. واهم حاجه يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي والانستجرام بتاع زياد. بس كده يا جدعان، مش عايزين اطول عليكم. دي اكله شعبيه مصريه أصيلة في منها شوربه ممكن تتعمل على الرز. لو اتعملت على الرز بيكون لونه اصفر، لو اتعملت في شوربه بيكون لونه اصفر برضه. أصفر مرقة دجاج يعني ولا إيه؟ اكله اساسيه. زي الرز لو اتعملت الشوربه بتبقى اكله اساسيه، لو اتعملت مع رز بتبقى مع الرز لو بس يعتبر لونها أصفر. اصفر. وهي هي ذات نفسها صفرة ولا هي اتقلبت؟ بس سيبك من ما انا عارف. صفرة يعني توابل. ولا اكل اساسيه. يا ربي. حروف صغيره. رز من 3 حروف. 3. مش عارف هي الدنيا صعبة ولا دي. لا اوصف حاجة جديدة كده. بناكلها بالمعلقة. ينفع تتاكل بالمعلقه، ينفع تتاكل بالعيش، ولو اتعملت مع رز بتبقى مفضله جنبها سلطه من 3 حروف. لو اتعملت مع رز بتبقى مفضله جنبها سلطه وبيض والصوابع. يعني هي بسلة وكده؟ لا حبوب. من 3 حروف ولونها اصفر. النوع بتاعها التاني بيتحط على الاكله انت واكلها النهارده. فيها؟ يعني مثلا كشري مصر بتحط على الكشري المصري بصل، ما هي من 3. حط على الاكله، يعني اسم الاكله بتاعته نفس اسم الاكله بتاعته. عدس. صح. طب ما دول بيعملوا في الشتاء. حاجه اسمها على اسم اللون. فاكهه اسمها على اسم لونها. حمراء. لا. صفراء. لا. زرقاء. خضراء. لا. مش محتاجه وصفه اكتر من كده. اسم نبات. فاكهه. واسم يعني الاسم نفسه لبن. لبني فسفور. حاجه احنا بناكلها. ايوه يا ابني. كمثرى. لا. جوافه. برضه مش لو ده جرب كله. جرب كمان خلاص يعني. برتقال. ايه انت جبت كل حاجه معانا ايه؟ من كلمتين. خضار. والحاجه اللي بتتعمل بيها بتتعمل في المحشي وممكن تتقلي. بتنجان. ايه بقى هي البتنجان؟ ايوه بتتعمل بالبتنجان. الاكله دي بقى بتتعمل بالبتنجان. ايه بس هي في الماء اتقلبت. بتتعمل، بس خليك كمل هند. ماشي. المحشي. لا هي مش المحشي. طويقنا زي الاكله دي هي بتتعمل بالبتنجان. ايوه. مثلا حاجه اللي هو تدخل، مش لازم الملوخيه، اللي هو لحوم مثلا، كباب، حاجات زي دي. تسلية ولا اساس؟ تسليه. زي السلطة كده يعني. زي الطحينه بالظبط، اللي هو تاكلها مع. تومية. ايوه قربت منها. الربط طحين. ما قربتش منها خالص. بس خالص. ليه يا اسطى؟ دي اكله. ما بقول لك تسلية. اساسي. على اسم واحد في العيله. في العيلة عندي. بس في كل العائلات، مش على اسم شخص، مش على اسم شخص اسم فرد، اخ، كل حاجه. ماشي. استنى. هي من العيلة اللي هي اب وام وكده. ايوه. ما هو اب ام اخ اخت. هو بابا بس. بابا غنوا. على انت بتاع بابا غنوا. حاجه خضراء زي ورق الشجر. ورق عنب. لا. حاجه زي ورق الشجر. تتعمل اكله في شوربه يعني وكده. لا. امال ايه؟ هي بتتحط على مشروب. نعناع. حلو قوي. اكله مصريه مشهوره. اشهر حاجه فيها ان لما تقعد في الثلاجه تبات يعني بيبقى طعمها احسن. كفتة. لا. بامية. صح. في منها اخضر وفي منها احمر. هنا تخين وفي منها رفيع. احمر واخضر وفي تخين وفي رفيع. عايز اكتر من كده. استفندي. لا. لو في السوق يعني وكده. طماطم. لا. فلفل. حلوه قوي دي مصرية. اكله مصريه لحوم مشويات. كفتة. وبتتعمل صوابع. كفتة. لا ده الاسم التاني بتاعها. صوابع وبتتشوى على الفحم. هي غير اسم الكفتة. غير اسمها اصلا ولا حاجة تبعها؟ حاجه تبعها بس مش اساسية. يعني بيبقوا مع بعض مع الكفته.
انت رايح تشتري كفته بيبقوا مع بعض. غلط. لا، اكله اساسيه نفس الصوابع بتاع الكفته. من 4 حروف. من 4 حروف. برجر. بقول لك صوابع مش السيخ وبتاع مش سجق. تبع كفته. يا اسطى طحين. كفته. وجبه اساسيه. مش تسالي يعني. لا يعني عارف مثلا مش في حاجه اسمها كبده وحلاوه مثلا. هي دي نفس النظام. كفته و حاجه وكفته. كفته ونص ولا ايه؟ حاجه وكفته. طب اول حرف. كاف. كفته. بس يا اسطى لا. كباب. هي حاجه صفرا. عدس. حاجه بتحط فيها لحم. هي مش صفرا زي ورق العيش. ايوه زي ورق العيش. خفيف. حط فيها لحم لسان عصفور. ورق سبانخ. ملوخيه. يا اسطى ورق عنب. بتحط الطبق يا اسطى وبعدين لحمه. ماشي يلا اللي بعد. دي اكله من اللحوم. يخرب بيت ام اللحوم يا جدعان. تنفع لحمه وتنفع فراخ. تنفع تتشوي وهي مدوره. هي اللي مدوره. في الاكل. اساسيه. تنفع لحمه وتنفع مش فاهم يعني ايه تنفع. فكك من بتاع الفراخ دي، هي لحمه مجمدات، تبع المجمدات تقليها كلها عادي هي بقى. لحمه ايوه مجمدات وبتتقلى وينفع تتشوي وتنفع تتعمل سندوتشات وفي كايزر. ايوه كويس. كنت بتحط عليها اللي هي فوق بتاع الجبنه دي. ايوه يا اسطى هي تحس ان هي في دماغك بس انت مش فاهم. سهله قوي يا اسطى. بناكلها كلنا. مدوره. ده معاك في الرحلات. رحلات ما هو بانيه مثلا مدوره يا اسطى. يخرب بيت ام المدوره. ولحمه. لحمه ولا فراخ؟ يا اسطى الحاجه الوحيده انت بتعمل الكايزر في ايه؟ انا بعمل كذا في كل حاجه، ممكن اعمله بجبن قلبت. بس عادي كمان يعني. استنى اشرح. قشطه مش كذا ده بتعمل في لانشون وحاجات. ماشي حاجه مدوره على قد الكويس. بس مش لانشون ولا الحاجات دي جبنه وحاجات. يا اسطى هي في دماغي بس مش فاهم في ايه. 4 كلمات. 4 كلمات. 4 حروف. هي سهله صح؟ موت. مش الفلوس اسهل من كده. لحوم مدوره. لحمه مدوره حوشي. قربت. اول حرف ايه يا اسطى؟ ب. بند. لحوم يا اسطى. اقول لك تاني حرف ر. برنجة. استنى اكمل الحروف النبي. برجر. تسعد يا رب يا انا قلت لك مدوره 100 مره. بدء دي صحيح. انت ازاي يا اسطى؟ والله مش عارف. هي في دماغي بس ما تفهمش في ايه. حاجه بناكلها على السفره. جبنه. صح؟ لا زبادي. هي خضر. خضرة على السحور. خيار. هي ما بتبقاش خضرا وانت بتاكلها. شاي. شاي. كنت تشرب شاي مع السحور عادي. بتاكل يا اسطى مش بتشرب. وتكون خضرة؟ ومدوره. بس انت بتاكلها ما بتبقاش خضرا. امال بتبقى خضرا ايه؟ بص يا اسطى هي قبل ما بتتعمل بتبقى خضر، لكن لما بتتعمل بتبقى بني اسود كده. جبنة رومي. بتتقلب. طعمية. بس كده يا جدعان زي ما شفتوا ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم يا جدعان ما تنسوش اللايك الجميل بتاعك. والسبسكرايب والشير. وقبل ما ننهي الفيديو يا جدعان ما تنسوش تدعوا على اخواتنا في فلسطين. رب يكون ليهم عونا ونصيرا. واستنونا فيديوهات تانية كتير يا جدعان ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.